اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعالوا بقى علشان نروح كده مصيف لمرسى مطروح. طبعا انتوا شفتوا المشتريات اللي انا هاخدها معايا لمرسى مطروح وشنطة السفر وكل حاجة. جهزنا الشنط وجهزنا كل حاجة هناخدها معانا. طبعا انتوا عارفين ان احنا مش بنطبخ هناك، ان احنا بنشتري اكل جاهز لاننا رايحين نتفسح ونستمتع. طبعا واحنا ماشيين في الطريق حوالي اكتر من 8 ساعات فهنجوع، فانا اخدت معايا للطريق واحنا ماشيين. اخدت باتيه وكمان اللي هو السميد الكبير ده وكمان دي بيتزا. طبعا الكلام ده كله واخدينه علشان لو جوعنا واحنا في الطريق، لان الطريق اكتر من 8 ساعات. ده اللي هو السميط اللي هو التخين ده، وكمان ده باتيه محشي جبنة، وكمان دي بيتزا الحجم الكبير. الحاجات دي كنا لسه جايبينها من المخبز، كانت لسه معمولة وصبحة وجميلة. هناخدها معانا علشان طبعا لو جوعنا واحنا في الطريق، لان مرسى مطروح 8 ساعات. طبعا مش هاخد الحاجات دي بس، لا ده احنا كمان شاريين كريب. كان الراجل لسه جايبه دلوقتي اهو، الدليفري لسه بعته دلوقتي اهو، سخن مولع نار. ده كريب اللي هو شيش على ستريبس تحفة. رول اللي هو الطويل. طبعا احنا 5 افراد بس اللي مسافرين، فجبنا 5 رول اللي هو شيش على ستريبس، وكمان معاهم 5 اكياس من الشيبسي، وكمان هنجيب 5 من البيبسي اللي هو الكنز. طبعا البيبسي ده مصري والتاني برضو مصري، بس في افراد كانوا طالبين اللي هو الاصفر ده، اللي هم الولاد طبعا هم اللي طالبين الاصفر ده، واحنا كنا طالبين اللي هو الكنز ده. طبعا كان طعمه خطير وده مصري 100%. وكنا طالبين معاه سندوتشات اللي هي الرول ده اللي هي شيش على ستريبس، طعمها خطير مع الشيبسي. وطبعا زي ما قلت لكم سندوتش الرول ده كبير جدا ومشبع جدا. طبعا هجيب شنطة احط فيها الشيبسي وكمان الكريب وكمان البيبسي وكمان البيتزا وكمان الباتيه وكمان السميد ده، وهحطهم معايا قدام في السوبر جيت. طبعا انا من ابو كبير، فاحنا جايبين عربية خاصة تاخدنا من قدام البيت توصلنا قدام السوبر جيت في الزقازيق، والسوبر جيت هيطلع بينا من الزقازيق. طبعا الحاجات دي اول لما نجوع الحاجات دي هتكون معانا في السوبر جيت من فوق. اول لما نجوع هنطلع الكريب الاول، وطبعا مع البيبسي وكمان الشيبسي. لو جوعنا بقى واحنا في الطريق، بعد ما ناكل الكريب ونشرب البيبسي وكمان ناكل الشيبسي، معنا بيتزا ومعنا باتيه ومعنا سميط، وعلى فكرة كمان معنا مقرمشات، وكمان معنا مارشميلو، وكمان معنا بسكوت بالشوكولاتة. بس احنا مش حابين نكتر في البيبسي اكتر من كده علشان طبعا بيبدأ يسخن ويبرد. احنا جبنا لكل واحد ازازة. وعلى فكرة لو عوزنا كمان في ريست بننزل فيه، كذا ريست بننزل فيه بنجيب اللي احنا عايزينه. يعني احنا نزلنا كذا ريست، جبنا قهوة جبنا نسكافيه حاجات كتير واحنا ماشيين في الطريق. فبتنزلي الريست بتجيبي اللي انت عايزاه. احنا جبنا قهوة علشان نفوق، جبنا نسكافيه، جبنا برضو اشترينا شيبسيات وحاجات واحنا برضو في الريست. بس طبعا حاجات الريست بتبقى اغلى بكتير من الحاجات اللي انت بتاخديها. بعد كده دلوقتي انا صورت لكم ايتن وهي قدام السوبر جيت بالليل كده في الزقازيق. دلوقتي بقى احنا بقينا في مرسى مطروح. بصوا بقى الجمال عدى الكلام بجد. بلد تحفة جميلة بأهلها وبشعبها، بلد السحر والجمال، مالديف مصر. ده شارع اسكندرية كده الصبح، بصوا مصورة لكم كل حاجة في شارع اسكندرية تحفة بصراحة. مفتاح السيد اهو اللي هو المطعم بتاع مفتاح السيد، النصر وبقالة بدر. طبعا الحاجات دي مشهورة هناك جدا، يعني دي حاجات من المشهورين هناك. بصوا شارع اسكندرية ده تحفة، في كل حاجة هناك. وده كشري التحرير، في كل حاجة هناك، ومطاعم مشهورة جدا. وده كنافة وبسبوسة، وده بلبن. بصوا في كل حاجة انتوا عايزينها في شارع اسكندرية. انزلوا شارع اسكندرية واختاروا اللي انتوا عايزينه. وده فندق ريفيرا. طبعا احنا الصبح كده الجو هادي، انما تعالوا بالليل بقى مش تعرفي تمشي من شارع اسكندرية، بيبقى زحمة موت ومليان ناس. يعني انا كنت عاملة في جولة بالليل كده كان مليان ناس مش كنت عارفة امشي. انما الصبح بيبقى هادي ورايق. على فكرة احنا كل يوم واحنا رايحين الشواطئ لازم نعدي من عليه. بصوا دي مديرية الامن. ده بقى شاطئ مقفول. احنا برضو كنا قاعدين في البرج اللي في مرسى مطروح ده. طبعا احنا طالعين تبع شركة سياحية، والشركة السياحية دي كانت قاعدنا في البرج. كل يوم قدام البرج بيتوفر سوبر جيت حوالي 3 أو 4 ياخدوك ينقلوك للشواطئ. طبعا قدام البرج بتاعنا كان في البحر المقفول اللي زي ده آمن للأطفال جدا، واللي عايز ينزل فيه برضو تحفة. بس بصراحة احنا مش كنا بننزل فيه، كان قدام البرج بتاعنا على طول. طبعا زي ما قلت لكم ان الشركة اللي احنا طالعين معاها كانت بتوفر باصات كبيرة اللي هو السوبر جيت ياخدنا لشواطئ تحفة اللي احنا متفقين عليها. انما ده اختياري، اللي عايز ينزل فيه ينزل، انما كانوا بياخدونا لشواطئ احلى بكتير. طبعا فكنا بنروح معاهم كل شوية شواطئ مختلفة.
بصراحة مش نزلنا اللي عند البيت ده خالص، بس ودونا شواطئ تحفة كانوا متفقين معانا الأول عليها. طبعا زي ما قلتلكوا هصور معاكم كل حاجة، وانتظروا فيديوهات قوية جدا 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 هنزل لكم ايامنا كلها في مطروح. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للقناة وسبسكرايب للقناة، وانتظروني في الايام الجاية.